في سؤال بيقول: هل الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى يأثر على وظيفتي؟ ازاي اكون مستعد لحاجة زي كده؟ دايما بحب دايما اوضح مثال كده بسيط بسرعة. اندستري زي مثلا الموبايلات، ما كانش في حاجة قبل كده اسمها موبايلات، ثم ظهرت حاجة اسمها موبايلات. كل الناس كانت بتقول لا لا مستحيل ومش عارف ايه، ومستحيل ده ينتشر، ومستحيل حد يفضل ماشي بحاجه زي كده في جيبه والكلام ده كله. بعد كده الموضوع اتغير وبقى كل العالم لو حد ماشي من غير موبايل يستغربوه اصلا. فهو ده البشر دايما معظم الحاجات الجديده دايما اللي هي بتكون مفيده قوي او بتنفعهم او بتريحهم بشكل كبير قوي، بيبداوا ان هم يتعودوا عليها في حياتهم. فانت لازم نفس القصه كده تتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، ازاي مثلا تبدا فيه. وممكن في الفيديوهات الجايه نتكلم عن الانواع وايه الافضل، وده ايه وده ايه وده ده الايه وده الايه. حاول اتعلم تستخدم الذكاء الاصطناعي في يومك على الاقل. فانت مثلا محامي، دكتور، صيدلي، اي حاجه من الحاجات دي تقدر تدخل الموضوع ده في حياتك، بحيث ان انت بتتعلم اكتر وتطور نفسك اكتر. والوظائف اللي جايه في الغالب هتبقى الحاجتين دول مع بعض. فانت دكتور زائد بتعرف مش عارف ايه في الذكاء الاصطناعي، صيدلي مثلا زائد انك بتعرف تعمل خطه، بتعرف تتعلم تعمل برومتنج في الاي اي. الحاجات دي كلها ممكن نتكلم عن الموضوع ده في فيديوهات جايه ان شاء الله.